مقدمة الخدمة في الصلاة على نبي الرحمة، أو مفتاح السعادة في الصلاة على خير السادة. بالله الذي لا إله إلا هو الكريم العليم، حياتي ومماتي وحركاتي وسكناتي مع سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. مبارك الابتداء ميمون الانتهاء، مقدمة الخدمة في الصلاة على نبي الرحمة، أو مفتاح السعادة في الصلاة على خير السادة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الضعيف المقر بذنوبه التي لا يخفى عليك شيء منها ولا من غيرها، من الجليات والخفيات، تائب إليك في هذا اليوم من الصغائر والكبائر وسوء الآداب في الأقوال والأفعال والاعتقادات والأيمان والنذور والنقض والإبرام وغيرها من كل ما صدر منه أو سيصدر منه من ولادته إلى وفاته، مما لا تحبه ولا ترضاه، مصليا على من أمرته بأن يصلي عليه وأن يسلم تسليما، قائلا مقبلا إليك في هذا اليوم ناويا العبادة لك بخدمة لعبدك ورسولك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، نادما من كل ما أمضاه مما يخالف أوامرك بالتوبة بهذا الكتاب، لحسن ظنه بك ولرجائه قبولك ولابتغائه مرضاتك ولاتقائه سخطك، محتسبا في عبادته وفي خدمته. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الداعي المجاب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي القبول والرضا والإجاب. واجعل صلاتي هذه مشكورة لديك ولديه، قائدة لي إلى الاستقامة والصواب. آمين يا رب بجاهه العظيم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في الدارين محمد صلاة تغفر لي بها كل ذنب وتجود لي بها بالتوبة النصوح من هذا اليوم إلى وفاتي، وبحق كل حق علي لك يا كريم، وبتحمل كل حق علي لغيرك عني، حتى لا يبقى علي في الدنيا ولا في الآخرة شيء من الحقوق، وتكفر بها عني كل ما علي من الأيمان والنذور والالتزامات، وتكتب لي بها ثواب فعله بفضلك وجودك وكرمك، سواء قضيت للأداء أو لم تقضه، فإنك أكرم من كل كريم، ولا يضرك ذنب مذنب وإن تجرأ، ولا ينفعك اجتهاد متأدب وإن بالغ. وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما تقيني به فعل ما لم تامرني به في كتابك أو في حديث رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم، أو في غيرهما من الإلهام ونحوه من كل ما تخص به أهلك. آمين يا رب العالمين. اللهم إني تائب إليك في هذا اليوم توبة نصوحا، فتقبل بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توبتي، واجعلني في هذا اليوم كمن لا ذنب له، يا غفور يا عفو يا غياث المستغيثين أغثني، يا أرحم الراحمين ارحمني، يا ملجأ الخائفين كلي، يا ولي في الدنيا والآخرة تولني في الدنيا وفي الآخرة، وأكرمني وبشرني فيهما بما أكرمت وبشرت به الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا مالك الدنيا والآخرة ارحمني فيهما وفي البرزخ، وحقق رجائي ولا تقطعه. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وحل بجاهه العظيم عندك بيني وبين الشيطان وما والاه أبدا، واسترني في البرزخ سترا يفوق الستر الذي سترتني به في الدنيا، وأكرمني في الآخرة إكراما يفوق الإكرام الذي أكرمتني به في الدنيا، واجعل سترك مسبولا علي حتى تدخلني الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إني أسألك بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أن تصلي عليه وتسلم صلاة وسلاما تغفر بهما لي كل ما عملته قبل اليوم وكل ما أعمله بعده مما نهيتني عنه ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة منه بعد جراءتي على معصيتك، وتقبل بهما مني كل ما عملته قبل اليوم وكل ما أعمله بعد اليوم عملا ترضاه ووعدتني عليه الثواب يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني مقر لك في هذا اليوم وبعده بالألوهية وبالوحدانية وبالنفسية وببقية السلبية وبالمعاني وبالمعنوية وبالربوبية وبالأسماء الحسنى، وبأنك مالك كل شيء وخالق كل شيء والعالم بكل شيء والحاكم على كل شيء والقادر على كل شيء، فبقدرتك على كل شيء اغفر لي كل شيء، ولا تسألني عن شيء
ولا تحاسبني بشيء في الدارين. اللهم إني مقر لعبدك ورسولك وحبيبك سيدي ومولاي ووسيلتي إليك من هذه الساعة إلى وفاتي وقرة عيني محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بالرسالة وبالصدق والأمانة والتبليغ، وبأنه أفضل الخلق جميعا، وبأني جعلته اليوم وغدا وسيلتي وقدوتي، وبأني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن دليلا، وبالكعبة قبلة، ومقر لك بأنك خير الرازقين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وبأنك الغفور الرحيم الشكور الجواد الكريم البر الواسع النافع الغني المغني، وبأني راض عنك رضا لا سخط بعده، وشاكر لك شكرا لا كفران بعده على ما أنعمت به مما لا يعد ولا يحصى، حتى سترتني في الدنيا ولم تفضحني فيها مع كثرة جرمي وزللي والتفاتي وتجرؤي، فبحق كرمك وجودك وعفوك صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تمحو بها عني كل ما صدر وما سيصدر مني مما لا ترضاه أبدا، وكرمني يا مكرم بكوني لك ولرسولك صلى الله تعالى عليه وسلم في الدارين آمين يا رب العالمين. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأشهدك أني نويت أن أفني عمري فيما يرضيك ويرضي رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم، فهب لي ذلك بفضلك وجودك وكرمك وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إني نويت الصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الكتاب امتثالا لأمرك واجتنابا عن نهيك وابتغاء لمرضاتك واتقاء لسخطك ومحبة في حبيبك وشوقا إليه وتعظيما لقدره العظيم وتبركا بذكر أسمائه الشريفة، فتقبلها مني وطهرني بها من جملة الأدناس والأغيار ونقني بها من الأكدار. آمين يا كريم بجاه المصلى عليه بها حبيبك المختار صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار.